إبراهيم دياز الساحر الجديد يضيء سماء المنتخب المغربي. في مشهد رائع ومليء بالأحاسيس القتالية، قام إبراهيم دياز لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بإضفاء لمسة من السحر والإبداع على أرض الملعب في أول لقاء له بقميص منتخب المغرب. ففي مباراته الأولى أمام منتخب أنغولا لم يكتف بالحضور، بل أبهر الجميع بأدائه الرائع وتألقه اللافت. كانت أولى لمحات العبقرية تظهر عندما ارتدى دياز قميص الفريق الوطني، حيث انعكست سعادته الكبيرة وفخره بارتداء هذا الزي الذي يمثل شرفا كبيرا لأي لاعب. وبمجرد خطوته الأولى على أرض الملعب، أشعل الأجواء بحماسه وإرادته الصلبة على تحقيق الفوز. وبينما كانت الأنظار تتجه نحوه، قام بدوره بجرأة وثقة في اللعب، حيث قدم أداء متميزا وساهم بشكل فعال مع زملائه في تحقيق الفوز المستحق. لم يكن دياز مجرد لاعب، بل كان قائدا بارزا وسط أصوات التشجيع التي انطلقت من المدرجات. وعبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام: شكر إبراهيم دياز الجماهير المغربية على دعمها الكبير، معبرا عن فرحته العارمة بتجربته الأولى مع المنتخب وتواجده في أجواء مدينة أكادير الرائعة. إبراهيم دياز الروح الجديدة والمتجددة في صفوف المنتخب المغربي، حيث يتوقع بأن يكون الساحر الجديد الذي سيضيء سماء الفريق بإبداعه ومهاراته الفذة. وبهذه البداية الرائعة، ينتظر الجميع ما ستسفر عنه رحلة إبراهيم دياز مع أسود الأطلس في المستقبل القريب. بهذا الأداء المبهر والأحاسيس القتالية، يبدو أن إبراهيم دياز قد استحق مكانا مميزا في قلوب عشاق الساحرة المستديرة المغربية، وسط تطلعاتهم لمزيد من الإبداع والانتصارات الكبيرة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.